فقدان الشغف. فقدان الشغف دي واحدة من أكتر العبارات المشهورة اللي بنسمعها كتير جدا الفترة اللي فاتت. بس السؤال الأهم فعلا، إيه هو الشغف؟ الشغف هو الشعور بالحماس تجاه شيء أو شخص معين، والحماس ده غالبا يعني بيكون نشوة مش مستمر، أو بمعنى آخر حماس لحظي. طيب ايه هو فقدان الشغف؟ فقدان الشغف زي ما انت سمعت من شويه هو فقدان الحماس اللحظي اللي احنا بنتكلم عليه ده. ولكن السؤال الحقيقي، هل فقدان الشغف ده فعلا موجود؟ والإجابة هي ولا. هو علميا موجود، ولكن بالنسبة لنا احنا في المجتمع المسلم هو شيء مش حقيقي أوي. هو موجود ولكن زي ما احنا عارفين هو ليه أضرار معينة وبيسبب شوية مشاكل. فبالنسبة لنا احنا كمسلمين المشاكل دي ما بتحصلش. شوية اللي جايين دول هيبقوا من منظوري أنا كشخص مسلم. في ديننا الإسلامي احنا مأمورين إن احنا نعيش حياتنا كلها في سعي وعمل وعبادة لله سبحانه وتعالى. فمش مسموح لنا باي شكل من الاشكال ان احنا نسيب فقدان الشغف ده ياثر علينا ويخلينا ان احنا نسيب مهامنا الاساسيه المفروض نعملها كل يوم. في ديننا ده لو كان فقدان الشغف حجه فعلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات يوميا وتاركهم يخرج عن المله. صدقني الاسلام هنا هو اللي صح، لان الطريقه الوحيده للتخلص اصلا من فقدان الشغف ده ان انت تتحامل على نفسك وان انت تضغط على نفسك عشان تخرج من فقدان الشغف ده وتسعى في حياتك، لان ده واجبك كانسان. انت خلقت للسعي وللسعي فقط. المنتشر عند الشباب دلوقتي كلمة غريبة يعني، وهي ليس لها في الدين أصل ولا في العقل أصل ولا في الفطرة أصل. مسألة أنا فاقد الشغف، مش قادر كلمة أشتغل. جديدة. إيه ده؟ هو من إمتى أصلًا؟ إحنا لسه كنا بنقول حقق أقسمت يا شغفك نفس ويعرف شغفك لتنزلن. أيوه لتنزلن أو لتكرهن. أيوه. إيه حقق شغفك ولازم يبقى فيه، ما فيش حاجة يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها شغف. في حاجة اسمها إنك تجبر نفسك، والنفس ينبغي أن تجبر على ما تكره من الأمور النافعة في الدنيا والدين. لو ما أكرهتش على الأمور النافعة في الدنيا والدين أنت هتروح في حتت صعبة يعني. لازم أنت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والأمور النافعة. إني لأكره الرجل، قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي في أصل باب التفاهة. قال إني لأكره الرجل يمشي سبهللا لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. وقال ابن مسعود ذكره السخاوي وغيره، قال إني لأمقت الرجل أراه فارغا فاضي لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. لازم تكره نفسك على الدراسة. طبيعي أنا واحد ما بطيقش ان انا اقعد على الكتاب ساعة وساعتين. ما هو انت هتحمل نفسك حملا، هتحملها، هتدفعها دفعا، هتجبرها اجبارا على انها لازم تذاكر، لازم تتفوق، لازم تقوم الليل، لازم تصلي الفجر. ما طبيعي. وعجب ربك من رجل قام من بين حبه وأهله من بين فراشه ودثاره، في الدفا وجنب أهلك ومتغطي والدنيا جميلة، فجأة تسيب كل ده عشان تنزل. ما طبيعي. هو فين الشغف في كده؟ انت بتضرب شغفك بالنار، بتديله طلقة في دماغه. لازم تجبر، لازم تحمل نفسك على الصالحات حتى تكون الأمور النافعة سجية لك. بقيت انت بعد كده بتفرح لما تنجز، بتفرح بتجد نشوة ولذة لما تقوم الليل، بتجد نشوة ولذة لما تخلص كتاب من أوله لآخره. صحيح. بتجد لذة لما تخلص مذاكرتك وتقعد فاضي، خلاص انت كده خلصت اللي وراك. هو ده يعني، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له. اما حوار فقد الشغف والكلام ده برضو ما مستحدث على أمة الإسلام، ليس في ديننا ولا شرعنا ولا عقيدتنا ولا همتنا أبدا ان احنا شغف ومش لا احنا بنجبر على الأمور النافعة إجبارا، وبنحمل نفسنا عليها حملا عشان نصل إلى مرحلة تكون الأمور النافعة دي سجية لنا. فقدان الشغف بيختلف من شخص لتاني. في شخص بيفقد شغفه عن عمله أو عن شغلانة معينة، وشخص تاني بيفقد الشغف عن الحياة بشكل عام. يعني عندك مثلا دولة زي دولة اليابان. دولة اليابان دي واحدة من أغنى دول العالم ومن أقوى دول العالم ومن أعلى دول العالم في مستوى دخل الفرد، ولكنها بتسجل كل سنة واحدة من أعلى نسب الانتحار.
فهنا احنا كمسلمين اللي بيخلينا دايما ان احنا ما نفقدش شغف عن الحياه وما نفقدش الامل في الحياه ونقدر نكمل وما نستسلمش ونسيب الحياه ونمشي، لان احنا عارفين ان اللي احنا بنعمله دلوقتي ليه نتيجه بعد كده. يعني معلش، لما انت تبقى شخص عايش حياتك بتعمل فلوس وبتبني قصور وبتعمل مباني ومعاك فلوس كتير وبتعمل لاولادك وكل ده، اكيد في مره من المرات انت هتسال نفسك انا بعمل ده كله ليه؟ انا هموت في الاخر، لاولادي ما اولادي هيموتوا بعد، واي اضطراب بسيط بيحصل لك هيبوظ لك الدنيا خالص، لان انت مش عارف انت عايش ليه ولا بتعمل كل ده ليه. اغنى اغنياء العالم مجرد ان هم مش لاقيين سبب للحياه، انتحروا لمجرد ان مشكله صغيره جدا حصلت له. مش مصدقني؟ هضرب لك مثال. ستيف جوب، واحد من اغنى اغنياء امريكا او كان من اغنى اغنياء امريكا، عنده ملايين الدولارات بل مليارات كمان، وانت قتل نفسه بسبب الاكتئاب وضغط الشغل. هل ده لو كان انسان مسلم عارف ان هو بيعمل ده لاخرته وعارف ان هو يضحي بحياته وبروحه اللي هي مش ملكه، كان عمل كده في نفسه؟ مايكل جاكسون قبل ما يموت كان واحد من اغنى اغنياء العالم، ورغم ذلك مات وهو عنده اكتئاب، ومات وهو ما عندوش ثقه في اي حد من البشر وما عندوش اي اصدقاء خالص. وغيرهم كتير انتحروا لمجرد انهم مش لاقيين سبب للحياه ومش عارفين هم عايشين ليه، فاقدين شغف للحياه، مش عارفين ايه اللي هينولهم مقابل انهم بيعيشوا حياتهم كلها في ضغط وفي تعب وفي شغل، ما عندهمش اخره، ما عندهمش حساب ولا ثواب. وصدقني طول ما انت بتقارن نفسك بغيرك هتفقد الشغف. وافتكر ان ربنا خلقك عشان تسعى وتشتغل وتتعب. ربنا ده اللي خلقك عشان تطيعه وهيحبك لما تطيعه، خلقك عشان تعبده وهيحبك لما تعبده، خلقك عشان تدعيه وهيحبك لما تدعيه. ربك ده هو اللي بيقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ربك ده ما يستحقش إن أنت تتعب وتشتغل وتسعى في الحياة عشان ترضيه؟ ولله المثل الأعلى. وأنا عايزك كل ما تفقد الشغف ترجع تشتغل وتبدأ من الأول تاني، عشان لما تقف قدام ربنا ويسألك فيما كنت تعرف تجاوب ساعتها. وبس كده، في أمان الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.